بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عملائنا الكرام، وزي ما عودناكم يا جماعه ان شاء الله باذن الله جاي لكم النهارده بجهاز جديد ومحترم من شركه لينوفو ثينك باد. جهاز 360، جهاز اي 7 جيل رابع، وزنه كيلو و200 جرام. جهاز بكل المخارج يا جماعه، تاتش سكرين، معاه القلم بتاعه عشان الدقه، عشان البرزنتيشن، عشان حد بيعمل مثلا عرض او تسويق لمنتجات معينه، فبالنسبه له التاتش سكرين دي حاجه مميزه جدا. وزي ما انتم شايفين برضو، عشان تبقى انتوا برضو الكاميرا موضحه الجهاز بامكانياته بشكله بحلاوته، بصراحه حاجه مميزه جدا. الجهاز ده بقى ممكن تشغله مثلا كتابلت جرافيك، بتحط عليه مثلا حاجات تعليميه، ترسم عليه رسومات هندسيه، طبعا الكلام ده كله برضو وورد واكسل وباوربوينت. الجهاز ده يا جماعه اسمه لينوفو ثينك باد يوجا. الجهاز عباره عن بروسيسور اي 7 جيل رابع، ده جيل طبعا محترم جدا، برام 8 جيجا بي سي 3 ال، وعندك هارد ديسك 2.5 256 اس اس دي، وعليه كارت شاشه انتل فاميلي جرافيك. تمام، ده يشتغل مع حضرتك برضو فوتوشوب، يشتغل مع حضرتك اوتوكاد. طبعا هو الكارت مش قوي جدا، بس ده عشان برزنتيشن وكده. وهنا هنتكلم على اوبشن التاتش سكرين، طبعا اللي هي الخاصيه بتاعه التابلت، او اللي هو ال 360 او الترانسفورمر كتعريف اسمه يعني. طبعا ده بيسهل لك التعامل او الاستخدام للجهاز بالنسبه للتاتش. طبعا انت حضرتك عشان تستخدم التاتش هتستخدم التاتش بايدك، ده اسمه تاتش حراري، او هتستخدمه بالقلم اللي انا وريته لك. طبعا دوت الاستخدام الاسهل لو انت هتعمل برزنتيشن. المخارج برضو اللي حضرتك محتاجها الاتش دي ام اي، وعندك اليو اس بي، عندك اي او اكس طبعا، وعندك الباور جانبي. هو مميز الجهاز بطبيعته وسيمتريته طبعا. وهنا يا جماعه الحمد لله رب العالمين قدمت لكم الحمد لله شكل ومضمون لجهاز محترم جدا جدا جدا. طبعا لو انت حبيت او بتفكر ان انت تشتري الجهاز، فان شاء الله طبعا دوت يشرفنا، تكلمنا على الواتساب او على الماسنجر على رسائل الصفحه، او ممكن تطلب الجهاز من على الويب سايت اللي هيظهر قدام حضراتكم دلوقتي على الشاشه، او تشرفونا في 60 الخليفه المأمون، برج الاطباء، الدور الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.